السلام عليكم. النهاردة بقى هنطلع رحلة سريعة كده إلى بلاد إيطاليا والدول المتقدمة، ونعرف إن البيتزا هناك كانت وجبة البسطاء، بس لما دخلت مصر بقت وجبة أولاد الزواج. بس مع KG1 في المطبخ هنعملها بأسرع ما يمكن وبتكاليف متاحة في كل بيت. بس كالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا هنعرف إجابة السؤال اللي فات. السورة اللي اتقال فيها البسملة مرتين هي كانت سورة النمل. والنهاردة هنقول سؤال جديد: ما اسم مرضعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. ويلا نبدأ وصفتنا. بسم الله. هنستخدم 1.25 كوب من اللبن الرايب، لو ما عندكيش حط عليه معلقة خل قبلها ب10 دقايق هيروب معاك، و3 كوبايات من الدقيق، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وربع معلقة ملح صغيرة، ومعلقتين كبار سكر، و3 معالق زيت. هنحط دقيق في بولة وهنقلب عليه ذرة الملح اللي هي ربع معلقة ملح. ونسيت اقول لكم يا جماعة، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر هتديله طراوة، وهيبقى العجين معانا جميل جدا. هعمل حفرة صغنطوطة كده وهحط فيها كوباية اللبن. انا زودت كمان ربع كوباية. زودي المية بالتدريج على حسب ما الدقيق ياخد معاكي، وده دقيق متعدد الأغراض يا جماعة. وهنضيف عليه الخميرة والملح، وهنعجن شوية بالمعلقة لحد ما يتجانس كده مع بعضه. هنركن المعلقة على جنب. وهنا بقى لازم نحمس نفسنا، لأن طريقة العجين وكل ما تعجني أكتر كل ما تحصلي على نتيجة أفضل. عايزة العجينة تكون طرية وناعمة، ولو ما ايدك ما نطفتش منها هتلميها ب3 معالق زيت، وهنسيبها تخمر على جنب. في الصيف ده هتقعد حوالي ساعة الا ربع. فاكرين بقى البانيه اللي كنا عاملينه امبارح سوا وشلت 3-4 وحدات منه؟ دي بقى اللي هعمل بيها البيتزا. ولو انتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان يوصل لكم مني كل جديد. واللي عايز القناة يكتب لي تحت في الكومنتات وانا هكتب له اللينك. يا جماعة عايزين الصفحة تكبر بيكم. هنا بقى هحط شوية زيت في طاسة على النار، هسخنه جدا، وهنزل بالفراخ اللي انا قطعتها حتت صغنطوطة علشان اعمل بيها البيتزا اللي بالفراخ. مش هتقعد معايا 10 دقايق على النار لما تنشف. واحط شوية الصوص اللي هما البصل والطماطم اللي انا اصلا كنت حطاهم في التتبيل يدوني طعم حلو. لما تنشف هشيلها واحط شوية زعتر معلقة كبيرة، اديلها تحميصة كده. لما ريحته تطلع انزل عليهم 4 طماطمات معصورين في الخلاط، ومعلقة معلقة صلصة، شوية توم بودرة، شوية بصل بودرة، حبة فلفل صغنطتين. وهقلبهم لحد ما يسبكوا معايا خالص وتقصر بالشكل ده. لما تعمل خط بالمعلقة ما ترجعش تاني. في الوقت ده هتكون العجينة خمرت معايا. انا قسمتها ل2، هعمل واحدة بالفراخ والتانية هنشوف هنعملها بايه. هفردها بسمك 1 سنتي، وهحط عليها الصلصة اللي انا عملتها معاكم، وشوية جبنة موتزاريلا تحت كده قبل الفراخ. وبعدين هحط الفراخ وهدخلها الفرن يكون سخن من قبلها. ولما ادخلها الفرن هسيبها حوالي 5 دقايق تستوي نص سوا، وهرجع اكمل بقية الحشو علشان الجبنة ما تنشفش معايا وتحمر. انا مش عايزاها تنشف. هحط بقية الحشو الجبنة على الوش، وهضغطها كده حاجة بسيطة عشان تكون مستوية من فوق مش متنعكشة. وهحط بقى شوية الفلفل اللي انا زوقت بيهم دول، مع وحدتين زيتون كده بين كل واحدة عشان يديلنا الشكل الجميل اللي انتوا شفتوه معانا في الاخر. وبعد ما تستوي هولع الشواية دقيقة تاخد لون بسيط. انا بحبها ما تبقاش محمرة كده زي الصورة، عايزاها اقل شوية. وبكده اكون خلصت معاكم البيتزا اللي بالفراخ. هنقطعها وهي سخنة وناكلها. مفيش اروع من كده. انسوا ان انتوا تجيبوا البيتزا من بره تاني، ومش مكلفة. احنا شلنا الحتتين الفراخ من البانيه ويا دوبك شوية دقيق، وحاجة يعني في منتهى اللذاذة. هنعمل بقى واحدة تانية بالجبنة بس، واسيبكم تشوفوها. والى اللقاء في الحلقة القادمة. مع السلامة.